2017 بالظبط جالي identity crisis. بنتي كانت داخله عليا بتقول لي مامي، بقول لها مامي مين انت؟ مين احنا فين؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ literally 2017. I was like ايه ده؟ انا ايه اللي انا مش دي حياتي، مش ده اللي انا كنت عايزاه. طبعا it was an enlightening journey، لان انا لما دخلت في الجيرني اكتشفت انه لا، هو ده انا كنت عايزاه، بس احنا لما بناخد اللي احنا عايزينه بنعتاد النعمه لدرجه انك بتحسي انه خلاص، فبتبتدي تدوري على غيره. ايه ده؟ انا كان عندي احلام، انا كان نفسي انجح في كذا، انا كان نفسي انجح في كذا. انا ايوه، ومن الاحلام دي كانت الاسره دي، الطفله دي، العيله دي، فاهمه؟ فدي كانت بالنسبه لي مثلا، انا بيبقى عندي ابيفانيز كده، عندي لقطات في حياتي كده، الستاره السوداء بتتفتح، عارفه اللي هو في ستاره سوداء وفجاه تقومي جايه شاده الستاره فتشوفي a whole new world، عالم مليء فاهمه، زحاليق والوان وكاندي يعني عارفه. فده كان يوم من الايام دي اللقطه اللي انا اكتشفت فيها ان انا عايشه الحلم، حياتي دي حلم انا كنت بحلم بيه وانا عايشاه ومش شايفاه، من كتر ما انا I'm taking life for granted، يعني اللي هو عادي يعني ايه يعني، فاهماني؟ فلا انا عشت دي، انا عشتها. واللي قومني من السرير، لان انا لا في اللقطه دي انا بجد، انا ولادي ما كنت بقعدهم، كنت بخش اوضتي اقفل الباب واقعدهم قدام التلفزيون، اطفال بيبيهات. كانت بنتي 2.5 ونص وابني سنه تقريبا، ومش عارفه اغيرهم بامبرز، انا قاعده في السرير مش عارفه اغيرهم بامبرز، بس ده مش ببعت اجيب بيتزايه. ده مش ديبريشن، ده مش ده كومبليت، ده باد ديبريشن، ده ديبريشن سرير، ده اكتئاب سرير، كلينيكال ديبريشن. يعني أنا كنت مش عارفه اقوم اصلا، مش عايزه اقوم اصلا يعني خالص بقى، فاهمه اللي هو ايه؟ ممكن اغير لهم في اخر اليوم، ساعتها كنت عايشه في ايطاليا و I didn't have any help، فبقى فاهمه اللي هو احنا في survival mode on بقى، اللي هو ممكن اغير مره في اليوم، فاهمه؟ لا ليتري كان مأساة يعني. لحد ما وبقى ايه بقى، انا بنام اصحى، انام اصحى، انام اصحى، انام اصحى، اصحى ما بطلعش من السرير، ما بستحماش، فاهمه يعني؟ في حاجه غلط. لحد ما وانا بقى كمان خلي بالك، انا كان عندي ريلي تاف تشايلدهود، فانا قمت لوحدي، يعني انا قمت من اكتئاب كذا مره لوحدي يعني، ودايما عندي الحته بتاعت the better future the hope، فانا بالنسبه لي بيحصل ده ما ينفعش يبقى بيحصل، يعني مش اللي هو ايه، مش اللي هو ايه ده يا الدنيا جت عليا، لا انا ما عنديش الكلام ده، انا اللي هو ازاي ده بيحصل اصلا يعني. انت مش اصلا واحده مثلا عندك فيكتيم منتاليتي، لا خالص، سايقه فيها اطلاقا. فاللي هو فازاي، عارفه؟ فانا عطلانه في فكره ازاي، لحد ما مسكت ورقه وقلم. وعايزه اقولك ما كنتش عارفه اكتب من الاول برضو، يعني هو في ايه بجد، انا بكتب في الورقه والقلم هو في ايه اللي بيحصل ده؟ مش انا، دي مش كريمان دي طاقه وحيويه ومستقبل وهوب وامل واحلام، وانا شركتي اسمها دريمرز في ايجيبت، فايه يا جماعه اللي بيحصل؟ مسكت ورقه وقلم بجد، هو في ايه؟ وانام واصحى تاني يوم اقرا السؤال، طب انتي زعلانه من ايه؟ وانام واصحى تاني يوم اقرا، وكده بقى فضلت كده لحد ما، طب انتي عايزه ايه؟ اول ما كتبت انتي عايزه ايه، شفت حاجات انا شفتهاش في حياتي قبل كده. مبدئيا لقيت نفسي عماله ترد عليا بقى، اللي هو انا عايزه كذا وكنت عايزه كذا وكنت عايزه كذا ومش عارف ايه وكذا وكذا، وانجر بقى، غضب رهيب من جوايا بقى، اللي هو انت كنت عايزه كذا وكذا 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 وكذا. فحسيت ان انا دي واحده صاحبتي، او واحده يا ستي مش واحده صاحبتي، واحده انا لسه متعرفه عليها دلوقتي وموجوعه قوي، وانا عايزه اواسيها، اعمل ايه؟ بس. وابتديت من هنا conversation قلبت حياتي. لقيت نفسي انا كنت بجد ليترلي كان فارق معايا شكلي قدام الناس، وفارق معايا ان انا اعمل ايه، وفارق معايا التشيك ليست اللي كنت بقولك عليها، وفارق معايا مش عارف ايه. طز فجأة بقى، طز في كل حاجة. انتي زعلانة من ايه؟ كأني كنت حطاها في قفص قافلة عليها وعمالة مشيها على تشيك ليست، وهي هتموت مش عارف تنفس. قمت فاتحه لها الباب، بارادايم شيفت. I'm very empowered، دماغي شغالة، يلا هنعمل ايه ده، انا شاطرة في ايه، ابتديت اشوف انا شاطرة في ايه، بقت بتشغلي دماغي اكتر مني يعني بجد. يعني انا حاسة ان انا بقيت اذكى، يعني لما علاقتي بنفسي بقت aligned، واحنا متفقين، واحنا بنتفق مع بعض هنمشي ازاي وهنتجه ازاي وهنعمل ايه، ورسمنا احلام مع بعض. بس خلي بالك هو في شوية رولز كده وانا بتكلم مع نفسي، يعني ما ينفعش ان انا الومها، ما ينفعش اعاتب، شيمينج، بليمينج، كل الهبل ده ما ينفعش يحصل.
ومهم قوي قوي ان انا محكمش على نفسي بتقولي ايه، لان انا كلنا جوانا ابيض واسود، فكلنا جوانا حتت كده ما ينفعش اقبلها عادي، اقبلها وابتدي اشوف بس انا عايزه ايه، طب ده هيساعدني ازاي اوصل للي انا عايزاه، ازاي نرسم الفيوتشر ده مع بعض. فهي علاقه كانك مع واحده مصاحبتك، عارفه، ودايما بسمعها يعني مفيش الحته بتاعت انفض لها عشان لا اصل الناس، لا اصل مش هتوظف الناس وتوظف الكوكب توظف كل حاجه. علاقتي بنفسي is the number one priority. لو خسرت نفسي هخسر الناس وهخسر كل حاجه. الناس مش هتفتكرك ولا هتفرق لها يوم ما هتقعي، لو هي مش عايزه تعمل حاجه او مش قادره تعمل حاجه مش هتفرق لها. الوحيده اللي هتقف جنبك نفسك، فهي دي your number one priority. فابتديت من هنا. علاقتي بنفسي هي اللي خلتني اشوف انا قويه في ايه، فقدرت اشوف ايه القيمه اللي انا هعرف اقدمها، ومن هنا ازاي امونيتايز ده بقى، ازاي القيمه دي تجيب لي فلوس. سواء انا محتاجه اتعلم حاجه ازودها، سواء انا محتاجه انزل تريننج مع حد يعلمها لي فابقى اسرع شويه، ايا كانت الطريقه. عارفه. بس انا اول حاجه متشكره قوي انك فتحتي قلبك وقلتي كده، انك شاركتينا حاجه بيرسونال لهذه الدرجه. بس يعني لو في حلقه واحده هبقى عايزه كل الستات تتفرج عليها في فيميل فورمولا هتبقى الحلقه دي.